اتفضل اتكلم. انا فعلا جات لي لحظه فكرت في الانتحار. مش معنى كده ان مخي مش مظبوط، لا. اعلى نسبه انتحار موجوده في البلاد الاسكندنافيه زي السويد مثلا. هل دي دول مجنونه؟ بالطبع لا. المدنيه كل ما بتزيد كل ما تعب الاعصاب بيزيد. انا اللي بيضايقني من نفسي اني ما بقدرش اتحكم في بعض تصرفاتي، ببقى فاهم ان ده غلط. المجنون ما بيفرقش بين الصح والغلط. في اليوم ده بالذات انا قمت من النوم الصبح بدون صداع، بدون توتر، اعصابي مرتاحه جدا جدا جدا. زملائي في الشركه كانوا جايين عندنا، كنت سعيد اني هقعد معاهم وهشوفهم. نمت الظهر، خدت القراص قبل ما انام، لكن قمت من النوم وانا حاسس اني بتخنق. مش عايز اشوف حد، عايز كل شيء ينتهي. مديت ايدي، خدت المسدس من الدولاب، الباب اتفتح، دخلت هي، خبيت المسدس في جيبي. صحابي وصلوا، صحابي اللي بحبهم ويحبوني، مش بيخدعوني زي البرجاني. دخولها عليا رجعني تاني للدنيا اللي كنت هفارقها. قابلت صحابي، لما قابلتهم كان المسدس لسه في جيبي. كنت عايز اقول لهم ان وصولهم انقذ حياتي. فضلت اقول لها هي اكتر واحده حاسه بيا. قلت لها انت انقذتيني من نفسي، والدليل اهو. شافت المسدس في ايدي. استاذ حسن. يا فندم يا مدموزيل. انت مستعجل؟ ليه؟ في حاجة؟ كنت عايز اعرف اللي حصل يوم الحادثة. اللي حصل مفيش داعي اعيده. ليه كل ما احاول اكلم حد منكم ما يدينيش وش؟ طب ليه؟ حتى انت كمان يا استاذ حسني مش هين عليك تكلمني؟ هقول ايه؟ ما هو مكتوب في الجرايد. يعني اسكت ما اتكلمش؟ انا عملت ايه عشان تعاملني كده؟ انت اصلك عايزة حكاية وتتسلي بيها، لكن للأسف دي حكاية مؤلمة مش هتسليكي. هو انا للدرجة دي ما عنديش احساس؟ ما عنديش قلب؟ يا ريت قلبك يبقى رقيق زي شكلك. ده مدح ولا ذم؟ انت عاوزة تطمني على نفسك؟ عن اذنك. استنى، انا عايزه اطمن على الاستاذ مدحت. ربنا يكون في عون الجميع. اتفضل روح اوضتك، الدكتور هيمر. حاضر. سعيد يا صاحبي. ايه وضحكت عليه؟ انا مجنون اسيب بقيه المسرحيه. طب انت فاكر اولها؟ لا. حلو، جميل. انا احكي واقول اللي في قلبي وانت تسمع وتنسى. طب احكي. البطل اول ما ظهر على المسرح لعب بمشاعر الموجودين، خلاهم يتعاطفوا معاه، وهو ده بالظبط اللي كان عايزه. فجأة انطلقت الرصاصة، البطلة وقعت والبطل انهار، وفعلا بقى مجنون رسمي. ما ممثل بقى. ساعتها ما كانش بيمثل، انهار حقيقي وجابوله الدكتور. اصله مش قاتل بطبيعته، ده مقتول من زمان.
صباح النور يا سميح. قريت الجورنال؟ قريته. لزومه ايه ينشروا صورته ويكتبوا عنه انه مريض بقواه العقليه؟ لزومها ايه الشوشره والفضايح دي؟ مش كفايه المصايب اللي حصلت؟ مأساة فظيعة. للدرجة دي كانت بتحبه؟ تضحي بنفسها عشان تنقذه؟ المفاجأة ان بعد ده كله نفى انه كان عايز ينتحر وقتها. وقتها كنا كلنا موجودين في نفس المكان. بس اللي قاله كل واحد في التحقيق ما كانش نفس الكلام. ايه معلوماتك عن الحادث؟ المشهد كان مفاجأة للجميع. فجأة بتنطلق رصاصة من مسدس ما نعرفش طلع ازاي وامتى، لكن غالبا المسدس كان مع مدحت. لكن انا يا فندم ما اعتقدش ان مدحت كان عاوز ينتحر، لان اللي عاوز ينتحر ما بينتحرش قدام اصدقائه ومراته. مدحت كان مريض وتفكيره مختل. هو كان عاوز يشركنا في مأساته، كان عايز يصعب عليها علشان تهتم بيه اكتر. ممكن تقول لي اللي شفته بالظبط؟ هما كانوا واقفين بعيد عننا واحنا كنا مشغولين عنهم، وفجأة التفت لقيتها بتشد المسدس من ايده، وفي ثواني طلعت الرصاصة. أنا مش عارفة أتلم على أعصابي. كنا قاعدين في أمانة الله، بس هو كان شكله مش طبيعي. كان بيتكلم كلام يقطع القلب. راح يجيب معاها الشاي وفجأة سمعت صوت الرصاص. التفت لقيتها وقعت والمسدس اتنطر من ايده. مدحت ما قدرش ينتقم من البرجاني، فكر ينتقم من نفسه. ازاي ينضحك عليه؟ تفكيره المريض خلاه يحاول انتحار قصاد الناس عشان قضية البرجاني ما تموتش. لكن للأسف خسر فلوسه، خسر عقله، وخسر الست اللي كانت بتحبه وبيحبها. ايه اللي شفته بالظبط؟ أنا كنت سرحان بفكر في كلامه. ما شفتش حاجة غير بعد الرصاصة ما انطلقت ووقعت هي على الأرض ووقع المسدس من ايدها. مدحت عمره ما كان بيميل للعنف، عمره ما أذى حد. ازاي يأذي نفسه؟ هو صحيح اتصدم والصدمة أثرت على عقله، بس مش لدرجة انه يمسك مسدس ويحاول الانتحار. امال ايه تفسيرك للحادث؟ مش عارفة، احنا كنا مشغولين عنهم وفجأة سمعت طلقة رصاص وشفتها بتقع والمسدس بيقع من ايدها. افتكرتها انتحرت، لكن بعد ما هديت قلت مش معقول تنتحر. وليه تنتحر؟ مدحت اكيد كان هينتحر. كلامه لينا كان خطبة وداع. انا طبعا ما تصورتش انه هينتحر في لحظتها، لان حضرتك عارف انه من الصعب ان الواحد يتوقع تصرفات انسان مختل العقل. لكن فجأة وهو واقف هناك التفت لينا وقال ابقوا افتكروني كلكم، وراح مطلع المسدس. حاولت انها تشده من ايده، طلعت الرصاصة جت فيها. المهم انت قلت ايه في التحقيق؟ اكيد تفسيرك كان منطقي اكتر من التانيين. مدحت كان في مستشفى امراض عصبيه ولسه بيتعالج. جايز يكون فكر في الانتحار، لكن خايف من الموت. عايز يعيش ويخف، عايز حد يمنعه، حد بيحبه وبيخاف عليه ويقدر يحميه من تفكيره الجنوني. مين غير مراته واصحابه؟ هو ده السبب اللي خلاه يفكر في الانتحار واحنا كلنا موجودين حواليه. انت شفتيه وهو بيطلع المسدس وبيحاول يضرب نفسه بالرصاص؟ لو كنت شفته كنت حاولت بالعقل اقنعه، وكنت خدت منه المسدس بمنتهى الهدوء. لكن هي كانت اقرب ليه، ما تصرفتش بهدوء لانها بتحبه. ازيك يا صاحبي؟ كله تمام. العسكري ده واقف هنا ليه؟ مش مهم. انت ما بتخافش منه؟ وانا عملت حاجة عشان اخاف منه؟
انا بقى بخاف منه. بطل كلام، خلينا نسمعه هو بيغني وسعيد بحريته. هو مين ده؟ مخلوق ظريف اتخلق عشان يطير مطرح ما عجبه. شاف مرة غصن جميل مال عليه وحب، بس يا خسارة لقى نفسه جوه القفص. وبعدين؟ لما الباب اتفتح له مع انه كان بيحب ساب القفص وطار، لكن جناحه شبك في غصن تاني، شوكته قوية انجرح. يطير ازاي وهو مجروح وجناحه مكسور؟ صوته انحبس وانخرس. بلاش يغني، يرقص. الطير المذبوح يرقص من شدة الألم. ذكاؤه هو اللي رقص والفكرة في حضنه. تعب لكن ما سابش الفكرة ولا هي سابته لحد ما انتصر.